أرضية أحمد عادل وخطأ من اللاعب رامي صبري ليضع فريق الجونة في المقدمة في أحداث الشوط الأول، ولكن فريق إمبي ينجح بعد ذلك في إدراك التعادل عن طريق أسيست للاعب عادل مصطفى للمهاجم أحمد عبد الظاهر، ليتمكن فريق إمبي من إدراك التعادل. بعد ذلك يؤكد فريق إمبي بطل كأس مصر تفوقه بإحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب عادل مصطفى بانفراد باللاعب محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الجونة. عمل الكرة شيبينج بشكل رائع جدا لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق إمبي بنتيجة 2-1. وفي الشوط الثاني يتمكن فريق إمبي من إحراز الهدف الثالث عن طريق اللاعب أحمد صبحي، ليعتقد الجميع أن النقاط الثلاثة ذاهبة لا محالة لبطل كأس مصر، ولكن يأبى فريق الجونة أن يعود إلى مدينة الغردقة إلا بنقطة، فيستطيع من بوبا تذليل الفارق عن طريق خطأ آخر من المدافع رامي صبري، لتصبح النتيجة 3-2 لمصلحة فريق إمبي. وفي الوقت بدل الضائع ومن خطأ مشترك بين مدافعي إمبي وحارس المرمى محمد أبو جبل، يكافئ البديل إبراهيم الهلالي نفسه ويكافئ مدربه الكابتن أنور سلامة اللي تابع المباراة من مدرجات ملعب بترو سبورت بالهدف الثالث القاتل في الوقت بدل الضائع، ليقتسم أو ينجح كل فريق من